السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم خوتي خواتاتي فين ما كنتو كتواجدوا. شكرا للناس اللي ما كينساوش يحطوا لي لايك، وشكرا للناس اللي تابوناو عندي جداد، وشكرا للناس اللي تكملوا الفيديو للاخير، لان بعض المرات المعلومه اللي كتكون كتقلب عليها كتكون في الوسط ديال الفيديو ولا في اخر الفيديو. وما ننساش الناس اللي كيشاركوا الفيديوهات ديالي مع احبابهم مع اصحابهم ومع الناس اللي كيكونوا مهتمين بمواضيع ديال امريكا. المهم موضوعنا ديال اليوم غادي يكون هو عبارة على أهم الأسئلة اللي كتطرح على أمريكا بشكل متكرر وشائع. الفيديو ديال اليوم غيكون مهم بزاف وفي أجوبة غادي تفيدك، سواء كنتي هنا في أمريكا ولا كنتي يلاه جاي ليها. يلا واحد السيلو ورقة وسجل معايا وانتبه لكل حرف غادا نقوله في هذا الفيديو. نبدأ بأول سؤال كيتكرر وبزاف. المهم أول سؤال كيسولوه الناس: كيفاش غادي نلقى سكن ملي نوصل لامريكا؟ وخصوصا الناس اللي عندهم عائلات، وسطروا لي على عائلات بزاف، يعني عندهم اسره واطفال. الا كان الشخص ديال راسو كيف ما كيقولوا جاي غير بوحدو، الموضوع غادي يكون سهل، ولكن الا كان عنده الشخص عائله طبعا الموضوع ماشي سهل. وباش نجاوبكم الجواب الصحيح خليني نعطيكم بعض المعلومات على تأجير البيوت والشقق في امريكا. اول حاجه، تأجير الشقق والديور في أمريكا كيتم على طريق جوج ديال الحوايج: يا إما بالتعامل مباشر مع مول الدار، يعني صاحب البيت اللي كيتسمى لاندلورد، أو مع شركة، سواء كانت هاد الشركة وسيط عقاري اللي هو البروكر، ولا كانت الشركة المالكة للمكان اللي انت غادي تأجره، سواء كانت شقة أو دار. وهنا كتكون الشركة هي لاندلورد ديالك، يعني هي صاحب العقار. مهم غالبا الا انت غتعامل مع الشخص اللي هو صاحب البيت او الشقه اللي هو اللاندلورد، التعامل كيكون اسهل والطلبات ديالو كتكون اقل. اما الا تعاملتي طبعا مع شركه اللي هي البروكر العقاري او الشركه المالكه اللي هي الريل ستيت، الطلبات ديالهم للاسف كتكون بزاف وكتكون معقده شويه. تاجير البيوت للمهاجر الجديد في امريكا كيكون صعيب واحد شويه. علاش؟ لان اي حاجه هنا مرتبطه بالكريديت سكور ديالك اللي انت اصلا باقي ما بنيتيش، لان مادام انت يلاه جاي لامريكا راه باقي ما بنيتيش الكريديت سكور هنايا. وهذا لان اي لاندلورد ولا اي شركه عقارات في امريكا عندها القدره للوصول للمعلومات الخاصه بك، يعني الا كانت هذه المعلومات بحال الباك جراوند، يعني توصل لتاريخك بين قوسين، التاريخ ديالك الاجرامي يعني كيعرفوك واش فايد داير شي مشاكل ولا يعني فاش مشاكل من قبل ولا لا، وكيف كانت هذه المشاكل، واش ماديه واش قانونيه. وفي نفس الوقت كيقدروا يشوفوا حتى الكريديت سكور ديالك باش يقدروا يشوفوا واش انت شخص ائتماني مع البنوك، يعني واش انت شخص يؤتمن فيه، يعني واش كتخلص البنكه في وقتها، يعني الا خديتي شي كريدي واش تقدر تخلص البنكه في وقتها. كيشوفوا واش عمرك درتي بانكرابسي اللي هو فايد، واش يعني كيشوفوا بزاف ديال الحوايج، يعني كيقدروا يوصلوا المعلومات ديالك كامله. يعني انت مثلا الا جيتي لامريكا ودرتي شي مشكل كيتسجل في الباك جراوند ديالك، يعني بحال عندنا في المغرب كنقولوا مثلا حسن السيره. فللاسف الملك اللي عنده الدار اللي غادي تكريها كيشوف هذا الشيء، وحتى الكريديت سكور ديالك الا كان نازل كيشوفوا، والا ما عندكش اصلا غادي يشوفوا، ما غاديش يوافق باش يكري لك. غتقولوا لي شنو هو الحل؟ يعني ما كاينش الحل، شنو هو الحل؟ المهم انا نصيحتي لاي واحد يلاه جاي لامريكا، الحل الانسب هو ان الواحد يكري على طريق شي واحد عربي يكون كيعرفه، يا اما يكري ليه، يا اما يكون هذا الواحد بروكر في شي شركه باش يقدر يدير ليه شي تسهيلات، باش ما يقدرش ما يقول ليه جيب هذه وجيب هذه، باش يكونوا واحد التسهيلات. تاني حاجه، الا ما قدرتيش دير هذا الشيء خاصك تلقى الكوساينر. الكوساينر هو الشخص اللي كيوقع معك على عقد الايجار، على اساس بحال راه حتى هو غادي يكري معك. هذا كيكون غير ضامن، بحال غير كيضمنك. وهذا الشخص خاصو يكون مقيم هنا في امريكا واحد المده، باش يكون عنده، باش الا حتى لا داروا عليه يعني الباك جراوند تشيك ولا قلبوا الكريديت سكور ديالو، كيلقاو الباك جراوند ديالو والتاريخ الائتماني ديالو كيلقاوه مزيان، والكريديت سكور كيكون عنده جاهز انهم يكريو ليه. وكاينه طريقه ثالثه، الا تسدوا البيبان كاملين في وجهك. طبعا هاد الطريقه غير محبذه، يعني المفروض واحد ما يديرهاش، لانها ممكن يكون فيها بعض المرات يكون فيها شي مشاكل، وهي انك تمشي لاقرب مسجد
وتشوف واش كاين شي واحد باغي يأجر الشقة ولا الدار من الباطن، يعني هو مستأجر وعقد الإيجار بسميته وباغي يأجر لشخص شخص واحد آخر اللي كتسمى شقة من الباطن ولا بيت من الباطن. عادة بعض العرب ولا جنسيات أخرى كيديروا هذا الشيء، كيديروا في واحد جوج حالات. بعض المرات كيكون مأجر الشقة وكيأجر لشخص واحد آخر بثمن أكثر باش ياخذ فرق الإيجار كل شهر. والحاله الثانيه يعني باش يعاون به، يعني كيكون مثلا مأجر شي شقه وشرا الشقه ديالو وخلاه هذيك يأجرها لان كان مأجرها بثمن رخيص، يعني ديك الوقيته طلع الايجار كيأجرها بواحد الثمن غالي وكياخذ داك الفرق ديال الايجار كياخذه هو. والحاله الثانيه مثلا كيكون كاري وما غيكونش متواجد في البلاد واحد المده طويله، فكيكريها لشي واحد اخر باش الدار ولا الشقه ما تمشيش ليه وباش تخلص على راسها. بما انه ما غيكونش متواجد ما كاينلاش يبقى يخلص الايجار، كيعطيها لواحد اخر ياجرها ليه في هذيك المده باش كيكون ما كيتخلاش على الدار اللي كاري وفي نفس الوقت راه كتخلص راسها. ولا تيكون يعني بحال هكا يا اما مسافر ولا مشى لولايه واحده اخرى ومخليها الدار بحال مشروع تجاري. هادو كاملين طرق تقليديه، يعني خاصك تمشي برجليك وممكن تأجر اونلاين والشروط ما كتكونش مختلفه على الطرق التقليديه. وهنا بعض المواقع اللي غتبان لكم دابا ممكن تأجر منها اونلاين، يعني ديروا لها سكرين شوت ولا تقدروا تقيدوها. هنا كيكون التأجير طبعا بسهولة اونلاين، كتختار الشقة اللي بغيتي او الدار وكدير الابليكيشن وكتعمر عليها وكتراجع معاهم العقد بالتفاصيل وصافي كتأجر. هادشي طبعا ملي كتكون عندك عائلة، اما الا كنتي بوحدك الامر ما كيكونش صعيب لهاد الدرجة، يعني تقدر تسكن مع اي واحد كروميت ولا يعني تسكن عند اي واحد ماشي مشكل. ملي كتكون عائلة كيختلف الموضوع، يعني الواحد خاصو يكون جاهز ليه. الا جيتي انت وعائلتك خاصك تكون جاهز. وغندوزو لثاني سؤال اللي كيتطرح، الا مشيت لامريكا كيفاش نلقى خدمه بسهوله؟ وهذا السؤال حتى هو راه مهم بزاف، خصوصا الناس اللي كيكونوا باقين ما عارفينش قوانين امريكا ومازال يعني ما عمرهم ما جاوا. بحال السؤال الاول، كاينه طرق تقليديه وكاينه عاوتاني اونلاين، ومن الاحسن ديرهم بجوج، تمشي تقلب برجليك وتعمر الابليكيشن اونلاين حتى هي. واغلبيه الصراحه الشخص من يلا كيجي امريكا كيقلب في المحيط ديالو في الاول، كتحاول تخدم اي خدمه باش تمشي راسك وتدفع المصاريف ديالك. فاحسن حاجه ديرها سير للجامع، الا ما كانش عندك شي حد هنا اللي يوريك ولا هادي سير للجامع اللي قريب ليك وسول تما. هنا عندنا الجوامع ماشي بحال في البلدان ديالنا العربيه، هنا الجوامع عندنا هي نواه المجتمع الاسلامي، يعني كتقدم خدمات بزاف وخصوصا طبعا في المدن الكبيره ماشي المدن الصغيره. في المدن الكبيره كتكون هي نواه المجتمع الاسلامي، يعني اي حاجه تقدر تمشي تسول فيها تما. وفي اغلبيه المساجد الناس كيعلقوا مثلا شي لوحه فيها اعلانات كيكتبوا فيها بزاف الفرص الموجوده ديال الخدمه، وكاين اللي كيحطوا فيها حتى مثلا شقق الايجار، وكاين اللي كيقلبوا على الروميت يعني على الصديق في السكن، وكاين اللي حاطين وظائف واللي كيقلبوا على وظائف. كيف ما قلت لكم هنا المسجد كيكون بحال هو نواه المجتمع الاسلامي، هي الطريقه التقليديه. وزيد عليها انك تحرك وتسول في كل المطاعم والمحلات اللي ممكن تخدمك بالزربه، وتسول كاع الناس اللي كتعرفهم في المحيط ديالك الا كيعرفوا مثلا شي بلاصه كيخدموا فيها. والطريقه الاسهل هي الاونلاين. وهنا غنوريك هنايا غنحط لك في الشاشه اهم المواقع اللي تقدر تقلب فيها اونلاين وتلقى خدمه بكل سهوله. هنا تقدروا ديروا سكرين شوت ولا تقدروا تقيدوا هذه المواقع اللي حطيت لكم هنايا في الشاشه. غندوزوا للسؤال الثالث، شنو هي تكاليف المعيشه في امريكا للفرد الواحد ولا الاسره؟ المهم تكاليف المعيشه هنا كتختلف من ولايه لولايه، وحتى مثلا ولايه وحده كتختلف التكاليف ديال المعيشه من مدينه لمدينه. كتلقى المدينه اللي عليها الطلب يعني عليها اقبال بزاف، يعني الناس كتبغي تسكن فيها كتلقاها غاليه بالمقارنه مع المدن اللي ما عليهاش الطلب اللي حتى واحد ما كيبغي يسكن فيها. وفي الاخر كيبقى الموضوع راجع ليك. مثلا نيويورك اللي سمعت ان الشخص الواحد يقدر يصرف 1600 للفوق في الشهر، اما مثلا العائله فكتصرف من 3500 ل 4000 شهريا. يعني هادشي غير المعدل المتوسط، يعني الناس اللي ما عندهمش. اكثر حاجه كتكلف هنا في امريكا هي السكن.
هذا علاش ملي كيكون الشخص مثلا بوحده بدون عائله، كتكون مثلا مع الشباب، كل واحد كيقبط بيت في واحد الدار مشتركه باش يقدروا يوفروا باش يقدر الواحد يوفر على ما يوقف على رجليه. يعني الا عندك عائله كتصرف عليها صعيب تمشي مثلا لمدينه غاليه بحال نيويورك. قلب على ولايه تكون رخيصه شويه، ويا اما تكون جايب معاك مثلا شويه ديال الفلوس. يعني تكاليف ديال المعيشه تتحددها المدينه اللي انت غادي ليها. كاين البيت ديال 500 دولار للشهر، وكاين البيت ديال 1200 دولار في الشهر. كنهضر غير على غرفه في بيت مشترك. اما معدل ديال المعيشه ديال الاسره كتكون مثلا من 4 ديال الاشخاص، ما غاديش يقل على 3500 ما بين مصاريف الاطفال والفواتير والسكن والاكل. ولا عندك تامين صحي راه انت مزيان. الا ما عندكش القضيه كتكون صعيبه. يعني بمتوسط الراتب ديالك ما بين، يعني الا كان متوسط الراتب ديالك ما بين 4000 و 5000، سواء كنتي مثلا اعزب يعني ما مجوش، او كنتي اسره صغيره مثلا وما كتصرفوش بزاف، راه يعيشك مزيان في امريكا. وهنا غادي نحط لكم يعني بعض المواقع اللي يقدر الواحد يدخل ويقلب فيهم. يعني سواء كنتي مهاجر جديد وكتقلب على فين تسكن، ولا انت ساكن في شي ولايه وباغي تسكن في شي ولايه واحده اخرى. هنا هاد المواقع غادي يبينوا لك متوسط تكلفه المعيشه في اي ولايه انت باغي كتقلب عليها، وغيسهل عليك تاخذ القرار الصحيح. السؤال الرابع: كمهاجر جديد، واش الدخل ديالي غيعيشني مزيان؟ واش نقدر نوفر منه؟ الاجابه طبعا ما سهلاش، لان على حساب الخدمه اللي انت غادي تخدمها. واش غادي يعني تدخل منها الفلوس مزيان اللي تقدر تعيش منها وتوفر، ولا غير غادي تعيش بها؟ لان كتختلف من مهنه لمهنه على حسب المهنه اللي غتخدمها. المهن كتختلف والدخل كيختلف. مثلا الا كنتي خدام خدمه عاديه وما حاولتيش تطور من راسك وتقلب على خدمه فيها الدخل مزيان، غادي تعيش مزيان ولكن ما غاديش توفر. اما الا كنتي كتقلب كل مره انك تطور راسك وتقلب على خدمه بصالير يعني اكثر، غادي تعيش عيشه مزيانه وغادي توفر الفلوس. المشكله كتكون عندنا ان الواحد كيخدم شي خدمه صافي كيبقى فيها، ما كيحاولش. يعني هذه مشكلتنا كاملين، ما كنحاولوش ان نطوروا راسنا، نقلبوا على خدمه فيها صالير كثر، كنقولوا صافي هذه ولفتها عارف شنو فيها. ولكن لا، يعني الواحد خاصو فيما يلقى خدمه بصالير كثر يخرج ويبدل. الخدامين موجودين، يعني غير خرج من خدمتك وقلب على خدمه اخرى. ما غاديش تبدل بخدمه كفس من خدمه، غتبدل بصالير حسن وبخدمه حسن. اوكي، ورد بالك حتى مثلا اللي كيسول واش غنعيش عيشه مزيانه؟ راه العيشه مزيانه كتختلف من شخص لاخر. كاين اللي العيشه مزيانه عنده هو ياكل ويشرب ويربي الدراري ويقريهم ويعالجهم وصافي. ولكن كاين ناس اخرين مفهوم المعيشه مزيانه عندهم هي جوده الحياه. هي جوده الحياه بحد ذاتها، يعني حياه الرفاهيه والمتعه. وفي هذه الحاله خاص يكون الاب ولا رب الأسرة خدام مزيان، أو الأم تكون خدامة مزيان، أو يكونوا بجوجهم عندهم دخل عالي باش يقدروا يغطيو التكاليف ديال هذه الحياة اللي باغيين يعيشوها. أما إلا كنتي خدام في وظيفة متوسطة وقادر يعني على ضبط النفقات ديالك، يعني عارف كيفاش تمشي راسك، غالبا غادي تعرف توفر. أما إلا كان الدخل متوسط والاستهلاك بزاف، فطبعا يا ربي غير تعيش مرتاح. وهذا طبعا راه ما كينطبقش غير على الناس اللي عندهم دخل متوسط، حتى الناس اللي عندهم دخل عالي وكيصرفوا بزاف راه غادي ما غيوفروا والو، راه غير غادي يعيشوا وصافي. يعني انت المسؤول واش باغي توفر ولا لا، وانت المسؤول واش باغي تعيش عيشه مزيانه ولا لا. هي بعض المرات راه الا ما شديتيش راسك راه داكشي اللي كتاخذو كتخسرو. الا كنتي كتاخذ واحد الدخل قليل كتمشي على حساب هذاك الدخل اللي كتاخذ. الا كنتي كتاخذ واحد الدخل يعني دخل مزيان، راه كتمشي على هذاك الدخل اللي كتاخذ. يعني الواحد خاصو يكون كيعرف يمشي راسو في امريكا، لان لما عرفتيش تمشي راسك ما تقدرش تخلص حتى البيلات ديالك، يعني حتى الفواتير ديالك ما غتقدرش تخلصهم. يعني الواحد خاصو يعرف كيفاش يمشي راسو ويقدر يوفر ويقدر يعني يعيش مزيان وفي نفس الوقت يقدر يوفر. هذا هو موضوع ديال اليوم، كنتمنى انه تكون فيه شي افاده لكم. الى طبعا حسيتوا انكم غتستافدوا من هذا الفيديو ولا غيستافد منه شي واحد، كنتمنى انكم تشاركوه معاه
وكنتمنىكم ما تنساونيش بتعليقاتكم وما تنساونيش بلايكاتكم. وهنا غادي نقول لكم نخليكم في رعايه الله وحفظه، والله يسهل على اي واحد، الله يحقق لكل واحد اللي كيتمناه، واللي باغي يجي لامريكا الله يسهل عليه ويكون ان شاء الله من الفائزين هذا العام، ويحقق الامنيات ويحقق الطموح اللي كيطمح ليهم. امريكا هي كما كيقولوا الحلم الامريكي، راه الحلم الامريكي راه اللي عنده شي احلام ممكن يحققها في امريكا. يعني امريكا ماشي صعيب باش تحقق احلامك فيها، اللي عنده شي حلم ومصر عليه يقدر يحققه في امريكا. هنا غنخليكم في رعايه الله وحفظه، ونلقاكم مع فيديو جديد ان شاء الله، ونتسنى الاسئله ديالكم.